فورسنج تي 5 ايفو النسخه التجميع المحلي. العربيه دي قعدت معايا 25 يوم في اول تجربه ليها بسعر قوي قوي. العربيه دي نزلت عملت ضجه وعملت قلق لانها بمليون 70، معاها باكج صيانات مجانيه وكمان وثيقه تامين هديه. اول مره توكيل يدي حاجه زي دي. العربيه دي قعدت معانا 25 يوم، منهم 15 يوم قبل الحفله وقبل تقديمها، وال10 ايام الباقيين كانوا بعد الحفله. ودلوقتي نقدر نحكم العربيه دي ناقصها ايه ومميزاتها ايه. خلينا نقول لكم خلاصه التجربه في الريفيو ده كامل. فورسنج تي 5 ايفو العربيه دي اللي قعدت معايا مده كبيره جدا قبل حفل تقديمها. يعني كانت معايا قبل حفل تقديمها 10 ايام واستمرت بعد حفل تقديمها كمان. تعتبر دي اول تجربه حصريه بالنسخه البنزين، وانا طلبت النسخه دي بالذات هي واختها الاس 7 ريف، علشان العربيتين دول بالنسبه لي فاليو فور ماني قوي قوي. ولسه النسخه ريف من العربيه دي برضو مهمه جدا للي عايز عربيه ريف 5 مقاعد. طيب فورسنج جديده على السوق المصري؟ لا مش جديده الصراحه. العربيات دي موجوده، التي 5 الايفو النسخه البنزين اللي معانا دي موجوده من سنه 2022، ولم يشكو احد من ملاكها رغم ضعف التوكيل القديم. حتى انا علقت اول ما نزلت العربيات ان العربيات جيده ومن مجموعه صينيه قويه. دونج فينج صانع كبير، صانع عملاق عسكري. فورسنج تتبع لدونج فينج وعربياتهم حلو، خصوصا ان في الفرع بتاع فورسنج بيتعاونوا مع ميتسوبيشي في تجهيز مواترهم، وده بيدي العربيه اعتماديه. يعني مواتير ميتسوبيشي مفيش تعليق عليه، مواقع الحركه الكلام ده السي في تي مش عارف ايه بتاع، نتفق ونختلف، لكن مواتير ميتسوبيشي مفيش خلاف عليها. فدي نسخه الموتور ال 1500 تربو، ال 197 حصان وال 285 نيوتن متر عزم، وبيخدمهم فتيس دي سي تي اوروبي المصدر، فتيس محترم جيد، تبريد زيت 7 سرعات. المنظومه حلوه قوي قوي في العربيه ومتناغمه والدنيا تمام. حتى صوت الموتور بتاع العربيه هادي ولطيف، وفي نعره كده يعني مش مزعجه ولكن رياضيه شويه، واستجابه العربيه كويسه جدا جدا. عشان اقعد اديك توصيف لاداء العربيه دي، معظم العربيات الصينيه دلوقتي من مليون لمليون ونص، بالذات المواتير اللي بتخرج قرب ال 190 حصان 185 حصان حتى 200 حصان، متشابهه في الاداء قوي. الفروق ما بينهم اجزاء من الثانيه، الاستجابه لطيفه، خلاص تعودنا على استجابه الفتيس الدي سي تي وتوليفته مع العربيه. لكن اللي يفرقهم عن بعض عشان اديك الخلاصه واللي يهمك، انت مش هيفرق معاك تسارع نص ثانيه اكتر نص ثانيه اقل، كلهم بيدوروا في فلك من 8 ونص ثانيه لحد 10 ثواني. فيعني خلينا ما نقعدش نتفزلك قوي في استجابه الموتور والفتيس. عشان اكون صريح معاك، العربيات دي كلها شبه بعضها من مليون لمليون ونص، ومنظومه الاداء متقاربه جدا ومتشابهه جدا. اللي بيفرقهم عن بعض استهلاك البنزين. وهنا نروح للنقطه الثانيه واجي اكلمك عن الحته العبقريه في عربيات دونج فينج عموما او المجموعه، واللي اكتشفتها واللي جت فورسنج بتؤكد على ده. العربيات دي استهلاك بنزينها اكتشاف اختراع. يعني الصينيين الصراحه ما كانوش مميزين في الحته دي، لكن ابتدينا نلاقي شركات مؤخرا ظبطت الحته دي قوي، ظبطت المابنج بتاع الموتور وظبطت الاستهلاك كويس قوي قوي، وظبطت حته الفيول كونسومشن ده بشكل رائع. منهم الفورسنج اللي معايا دي. العربيه دي انت هتشوف منها 6 لتر، وده على عربيه بعض الناس مش فاهمين حجمها وبيقارنوها غلط بعربيات اصغر منها. العربيه دي لا تقارن بالسو ايست الاس 05، العربيه دي من فئه اعلى، من فئه اكبر. العربيه دي تقارن بالشنجان السي اس 55، وتقارن بالهافال الاتش 6، انا بديك الامثله، وبايك اكس 7 هي دي الفئه بتاعتها. فعشان تكون منضبط في تقييمك، العربيه دي كومباكت اس يو في، عربيه كبيره مش صغيره، مش ساب كومباكت او في الحجم تحت المدمج. فخلينا نكون منطقيين ونحطها في التوليفه بتاعتها. انك تشوف 6 لتر وتشوف في اقصى استخدام واستهلاك ودوس على العربيه 8.5 لتر، ده رائع. انك تدور من فلك ال6 لتر لحد 8.5 لتر، ده رقم ممتاز. العربيه دي السيلينج بوينت بتاعتها في الاداء هي استهلاك البنزين، لكن الاداء ناعم وسلس والاستجابه جيده والريسبونس كويس، وبيحسنوا استجابه نواقل الحركه الدول كلاتش بتاعتهم. لك بيهدى وبيخف. مؤخرا الصراحه الصينيين تطوروا، وزي ما قلت لك اداء العربيات من مليون لمليون ونص شبيه قوي ببعضه. لكن خلينا نتكلم حته استهلاك البنزين اللي بتفرق عربيه عن الثانيه، هنا معلمه على 10 من 10 الصراحه. الحته دي مهمه قوي. طيب لما نروح لتاني نقطه مهمه بعدها، هنروح للنقطه بتاعه وسائل الامان.
برضو الحته دي معلمه عليها العربيه في كل حاجه، امتياز. العربيه جايه ب6 اير باجز، جايه كمان باي بي اس واي بي دي واي اس بي واي اس ار، 5 انظمه فرامل يعني وثبات واتزان والكلام ده التقليديين، وكمان هيل ستارت اسيست، وجايه بمنظومه الاداس كامله، منظومه مساعده السائق كامله. بتستخدمها بقى ما بتستخدمهاش، بس جايه بالسيفتي فيتشرز معلمه عليهم كامله، الامرجنسي سيفتي بريك، التحذير من الاصطدام الامامي، اللين كيب اسيست، الادابتيف كروز كنترول، مثبت السرعه الذكي المتكيف، وكمان جاب البلايند سبوت ومحطوط في حته لطيفه قوي، حته صايعه كده، لمبه موجوده جوه الكفه بتاعه المرايه نفسها، يعني الحته بتاعه المرايه نفسها الهيكل نفسه موجوده بشكل شيك قوي. وكمان التحذير من فتح الباب، لو عربيه جايه مسرعه وانت فاتح الباب التحذير، فمعلمه على كل حاجه. ترافيك ساين ريكوجنيشن، فيها رادار، وكمان فيها كاميرات 540. العربيه في النقطه دي معلمه على كل المنافسين الصراحه، لانك انت بتتكلم عن عربيه بتسعير 1,070,000، فحط في دماغك ده بقوه. كمان حته الديزاين والتصميم العربيه برضو معلمه عليه، مفيش اتنين هيختلفوا على ان تصميم العربيه حلو. بصراحه العربيات الحلوه بتبان من الاول، مفيش خلاف لا من خط الجنب ولا من الامام ولا من الخلف. العربيه تحفه وشكلها شرس جدا وهجومي، ويعني مستوحاه من تصاميم عربيات اكزوتيك عاليه كده لطيفه. بلاش نقول اسماء عشان الناس ما تقولش انت معنا، دي ما بتبقاش مقارنه يا جماعه، ده الديزاين مستوحى من عربيه شهيره ايطاليه يعني، فالموضوع يعني فيه توليفه حلوه كده في الشكل، هيديك احساس انك راكب عربيه شيك يعني. فكده اتكلمنا عن الامان وعن منظومه الاداء. خليني عشان ما اطولش عليك نروح للي بعده على طول، باكج الاوبشن. باكج الاوبشن كمان متميزه جدا جدا جدا، بس ما فيش حاجه كامله للنهايه. هقول لك ايه النواقص وايه اللي كنت اتمناه. هتلاقي هنا كرسيين كهرباء، وهتلاقي فتحه سقف بانوراما، وهتلاقي زي ما قلت لك كاميرات 540، زاويه الرؤيه المتميزه اللي بتجيب العربيه من مشهد فوقي للكاميرات اللي تتعدى كمان الزاويه بتاعه ال 360. وهتلاقي كمان فتحه السقف البانوراما، الشنطه الكهرباء، كيليس انتري، ستارت انجن، تكييف اوتوماتيك. وكمان المميز هنا ان في يونت كنترول للتحكم في التكييف مش من الشاشه بس. وهتلاقي عندك ابل كار بلاي وايرلس، واندرويد اوتو هيبقى وايرلس بالسوفت وير. هو وايرد دلوقتي بس التوكيل وعدنا وقال لنا انه هيبقى وايرلس بالسوفت وير. وهتلاقي فرش جلد وتسخين للكراسي. طيب ايه اللي من وجهة نظري انا طماع؟ هتقول لي هو الكلام ده ممتاز قوي وموجود في عربيات ب1,070,000. يا اخي ما فيش الكلام ده في عربيات ب1,500,000 حتى، ده بيدرجوا الفئات بتاعتهم وبينزلوا بفئه اولى وثانيه وثالثه فاضيه. بس انا طماع، ما دام دلعتني قوي كده كنت اتمنى ان التسخين يبقى تبريد، وكمان يعني كنا عايزين حته كده لذاذه كده دلع منهم شويه، او يعني نتمطع كده شويه. شاحن وايرلس يعني تمام، مش موجود للاسف الشاحن الوايرلس. انا مش من محبينه، بس انا بحب افاصل لك واجيب لك كل حاجه، لان الشحن الوايرلس بصراحه بيبوظ بطاريات التليفونات وبيسخن التليفون جامد جدا وبيكون سخيف في العربيات يعني. بس كنت احط لنا شاحن وايرلس، وخصوصا ان بعض العربيات بقت بتنزل دلوقتي بشاحن وايرلس متطور في يعني 50 واط بيشحن سريع والكلام ده. فكنت احط لنا شاحن وايرلس، وكنت احط لنا تبريد في الكراسي بدل تسخين. بشوف التسخين يعني مش مهم لناس كتير قوي، فالتبريد هو الاكثر توافقا مع اجواءنا يعني. طيب دي النواقص في الاوبشن اللي انا قلت لك عليها. لما نروح بقى لحته العزل وحته الخامات والتقفيل، التقفيل ممتاز الصراحه. التقفيل يعني انا ما لقيتش اي حاجه خالص في البيلد كواليتي بتاعت العربيه، والعربيه تجاوزت معايا اول 1000 كيلو. العربيه دلوقتي ماشيه حوالي 1400 كيلو، يعني اتفحتت يعني اتطحنت. فيعني انا هرستها جامد قوي عشان قعدت معايا مده، وما لقيتش اي مشكله خالص في تقفيل العربيه. العربيه متميزه الصراحه في حته التقفيل كويس. مصنع الامل برضه هو اللي بيقفل الجيتور هنا، وهو اللي كان بيقفل العربيات البي واي دي زمان ولاده زمان. عندهم خبره طبعا، والبرودكشن لاين بتاع العربيه الفورسنج معاهم كمان الصينيين موجودين في الكواليتي كنترول وبتاع، وشفنا وقابلنا الصينيين قاعدين. فتقفيل العربيه متميز قوي. لكن لما نيجي نتكلم عن حته العزل، هقول لك ان عزل صوت الموتور جيد، العزل الارضي معقول جدا، لكن العزل الهوائي مش قوي قوي. الحته دي نقول ندي فيها العربيه مثلا 6 من 10. انا كنت اتمنى اكتر من كده، كنت اتمنى انها تعلم على الحته دي كمان. العزل الهوائي هنا مش قوي، ومن سرعه 100 هتبتدي تسمع صوت الهواء. المرايات كبيره انا عارف، وده هيأثر جامد شويه،
بس كنت اتمنى ان يتم تحسين العزل شويه عن كده، او نحط ازاز دبل مثلا، او داير الكاوتش، يعني نشوف الحته دي تتعالج شويه، لان العزل الهوائي زي ما بقول لك كده نديله 6 من 10 عشان اكون صريح معاك. طيب لما نيجي نتكلم بقى عن عفشه العربيه وعن ثبات العربيه، هقول لك ممتازين الصراحه. العربيه دي بتديك ثقه فوق ال 140. البادي رول موجود كالعاده، اي عربيه مرتفعه عن الارض، خصوصا ان الخلوص الارضي هنا 19 سم. عربيه كروس اوفر مرتفع عن الارض بشكل كويس، وتقيق شر المطبات والكلام ده من النوع المحبب للمصريين يعني العربيات دي. ولكن البادي رول هنا مش خطر خالص ومش مقلق خالص. تماسك العربيه جيد، وتوجيه العربيه واتزانها جيدين، والاندر ستير مقبول جدا في عربيه زي دي، مش وحش خالص. وانا عارف انا بقارنها بفئاتها، خصوصا ان انا جربتهم كلهم، فاقدر اقول لك ان العربيه دي في الملفات كمان الاندر ستير لا مقبول. عربيه كنترولد ولطيفه جدا، وثباتها كويس جدا. العفشه المالتي لينك الخلفيه كمان حلوه قوي. عفشه العربيه دي متزنه ومتماسكه كده، ومفيش هربده، ونقدر نقول انها عفشه لا ناشفه ولا ناعمه، تميل للاتزان يعني. وانا بحب العفشات دي الصراحه، لا بحب المهلبيه ولا بحب العفشات الناشفه الرزع والهبد والكلام ده كله. فالعفشه هنا المالتي لينك متزنه وجيده جدا، وتميل للراحه كمان، فده حلو قوي على عربيه زي دي. ايه التعليقات اللي ممكن تاخدها على العربيه لو انت بتشتري العربيه؟ في ناس ما بتحبش الشاشتين المتصلين، ولكن ما بتحبش الحجم الصغير لشاشه الترفيه او الانترتينمنت. الانفوتينمنت سيستم هنا لطيف وجيد، ولكن في ناس ما بتحبش ده، علشان يعني كترفيه او قصه دي ما بتحبش الحجم الصغير ده. انا من النوع التاني اللي بشوف العربيات البنزين المفروض نرجع تاني يا جماعه لعصر الشاشات او الانفوتينمنت سيستم الصغير. يعني طالما العربيه مش تكنولوجيه، مش ريف او مش كهربائيه، خلاص بقى انا بحس بمتعه السواقه وبسوق، انا مش عايز حاجه تشغلني عن الطريق، فشايف ان الشاشه الصغيره تكفي. في غيري لا، ما بيحبش ده، وبيشوفها شاشه للمتعه وشاشه لاحساس الترفيه يعني. فممكن ناس تاخد على الشاشه هنا انها صغيره. العربيه مستوى تكييفها جيد. في يوم كان جه حر علينا في النص، العربيه تكييفها ثلاجه الصراحه، فتكييف حلو قوي، اقدر اديك يعني فيدباك عنه كويس، واقدر اقول لك ان التكييف هنا جيد. ممكن الملحوظتين اللي نبقى واخدينهم على العربيه ان الشاشه صغيره، وده ممكن ناس ما تحبوش، رغم ان انا من محبي ده. اختها ريف بقى الشاشه كبيره والكلام ده، شايف ان هم مقسمين التقسيمه صح يعني. بس انا بقول لك ايه اللي انت ممكن تاخده على العربيه. وحته العزل زي ما قلت لك 6 من 10. هل هي الوحيده في الفئه دي؟ لا، معظم الفئه العزل الهوائي فيها الصراحه ليس اقوى شيء يعني، من مليون لمليون ونص واخواتها اللي في حجمها. خلينا نقول ان الحته دي محتاجه تحسين، ونقدر نتحكم في ده طالما العربيه تقفيل محلي. العربيه بتيجي بباكج حلوه قوي. الباكج دي تتمثل في 3 سنين صيانات مجانيه، وكمان وثيقه تامين هديه. فالموضوع ده شايل لك حوالي 100,000 جنيه كمان. فيعني لما تيجي تحسبها حسبه كده بالفلوس، 3 سنين صيانات مجانيه وكمان وثيقه تامين هديه شامله، علشان التوكيل بيقول انا عايز اكد ان قطع غيار العربيه متوفره عندي، وان التجميع المحلي خادم العربيات بتاعتنا، واننا موفرين كل قطع غيار. فلو حصل حادث حضرتك سلم عربيتك وما تقلقش وصلحها ببلاش. اول سنه كمان بنديك تامين هديه. فالموضوع ده لطيف قوي، يقيك شر دفع مصاريف الصيانات، وكمان معاك وثيقه تامين لو حصل اي حادث او اي حاجه لا قدر الله في اول سنه من استلام العربيه، هتصلح مباشر في التوكيل ببلاش، وانت واخد وثيقه تامين هديه. فالباكج دي حلوه الصراحه، وتدي العربيه كريدابيلتي. سعر العربيه فاليو فور ماني رهيب الصراحه، وشايفها في المساحات متميزه جدا كمان. العربيه مستوى الجلوس الخلفي رائع، وتاخد 3 مفتاحين، وممكن تحط رجل على رجل كمان. التوزيعه حلوه، والويل بيز بتاعت العربيه جيده جدا، والعربيه التقسيمه فيها حلوه. الشنطه كمان 480 لتر، شنطه جيده وتصلح عائليه وللسفر. مش اكبر شنطه لكن 480 لتر مش قليل ابدا يعني. الشنطه تاخد تشيل 3 شنط مثلا، منهم شنطتين سفر كبار وشنطه متوسطه و2 هاند باج مثلا. عربيه كويسه قوي عائليه يعني. فالعربيه بمساحتها دي وبالباكج اللي فيها دي، انا شايفها الصراحه فاليو فور ماني جيد قوي. 1,070,000 على عربيه لها كمان تاريخ، وملاكها ما اشتكوش منها من 4 سنين رغم ضعف التوكيل القديم. اعتقد بالتجميع المحلي وتوكيل اكبر حجما واستثمارات اكتر دلوقتي، وباكج صيانات مجانيه ووثيقه تامين هديه، مع عربيه ب1,070,000 التوصيف اللي وصفته لك ده والباكج دي، احسب حسبتك. والعربيه دي فاليو فور ماني هي واخواتها الصراحه كلهم. هقول لك تجربه الباقيين،
لما يجي معاه تصوير الريفيوهات بتاعتهم وانتقاداتي عليهم ايه ومميزاتهم ايه. شكرا، وكان معاكم محمود خيري في تجربة مطولة لفورسنج تي 5 ايفو النسخة البنزين التجميع المحلي.